قصة جميلة عن جبر الخواطر. مرت امرأة بجانب رجل مجنون، كان بيده عود يرسم به على الأرض، فشفق قلبها عليه وسألته: ماذا تفعل هنا؟ قال: أرسم الجنة وأقسمها إلى أجزاء. فابتسمت وقالت له: هل يمكن أن آخذ قطعة منها؟ فقال: بثمنها. ردت المرأة: وكم ثمنها؟ نظر إليها وقال: أحتاج فقط 20 ريالا. أعطت المرأة الرجل 20 ريالا وبعض الأكل، ثم ذهبت. وفي ليلتها رأت في المنام أنها في الجنة، وفي الصباح قصت الرؤيا على زوجها وما جرى بينها وبين الرجل. فقام الزوج وذهب إلى الرجل ليشتري قطعة من الجنة، وقال له: أريد أن أشتري قطعة من الجنة، كم ثمنها؟ رد الرجل: لا أبيع. تعجب زوج المرأة وقال: بالأمس بعت قطعة لزوجتي ب20 ريالا. فقال الرجل: إن زوجتك لم تكن تطلب الجنة، بل كانت تجبر بخاطري، والجنة بجبر الخواطر. أما أنت